الفيلم بيبدأ بالدكتورة أليس واللي بتكون في لقاء تلفزيوني وقاعدة بتتكلم عن المصل الجديد اللي اخترعوه عشان ينهوا بيها عصر الكانسر والأمراض الخطيرة. بس يا عيني ما بتبقاش عارفة إن هو هيبقى سبب هلاك البشرية، لأن المصل ده بيبقى جاي من فيروس متحول. بعدها الأحداث بتتنقل 3 سنين قدام ونشوف المدينة بقت مهجورة ومفيش فيها أي صوت غير واحد بس اسمه روبرت. وروبرت بيبقى راكب عربيته ومعاه البندقية، والكلب بتاعه اللي بيبقى اسمه سام بيبقى نازل يدور على أي حاجة يصطادها عشان ياكلها. وفجأة بيلمح قدامه شوية غزلان فبيطير وراهم بالعربية وبيحاول ينشل على واحد منهم، بس فجأة بيظهر أسد وبيهجم على الغزالة وبيبقى معاه الأشبال بتوعه، فبيصعبوا على روبرت وبيسيب لهم الغزالة يتعشوا بيها وبياخد بعضه وبيمشي. وروبرت أول ما بياخد باله إن الشمس بدأت تغيب الرعب بيركبه وبياخد الكلب وبيجري بسرعة على البيت. وفي البيت روبرت بيحضر الأكل لسام وبياكل هو كمان وبيقعد يدردش معاه ويقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، وبيبقى واضح قوي انه بيحاول يمثل انه عايش حياة طبيعية عشان ما يتجننش من الوحدة. وبنشوف انه مأمن نفسه ومخزن كمية اكل مهولة. وفي اللحظة دي المنبه بيرن ووش روبرت بيتقلب 180 درجة وبيبان عليه التوتر، لان ده معناه ان الشمس خلاص غابت والليل بدأ. فبيروح يقفل كل شبابيك البيت اللي مأمنها ببوابات حديد، وبيقفل كل الترابيس الضخمة بتاعت الابواب. في الاخر بيروح يستخبى هو الكلب في البانيو وهو حاضن بندقيته وقاعد على اعصابه ومستني الصبح يطلع. ووقتها بيبدأ يسمع اصوات مرعبة جاية من بره البيت، حاجات تخلي شعره يقف، بس من كتر التعب النوم بيغلبه وبيبدأ يحلم باللي حصل من 3 سنين وقت ما الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وقرروا يخلوا المدينة كلها ويعزلوها عن العالم. ساعتها روبرت كان بيجري عشان يلحق مراته وبنته ويسفرهم لمكان أمان في مزرعة واحدة قريبتهم، وطلب من مراته تشتري أكل يكفيهم أسبوعين وقال لها إن هو هيحصلهم. وهنا بنعرف إن روبرت مش شخص عادي، ده ضابط في الجيش ودكتور أخصائي فيروسات تقيل. وروبرت كان عارف إن الفيروس بدأ ينتشر في المدينة وفي العالم كله، بس كان لسه عنده أمل إن قدامهم أسبوعين يلاقوا فيهم علاج يوقف الكارثة دي. وعشان كده صمم يستنى في المدينة ويكمل تجاربه لحد ما يوصل لحل. وهو في عز السواقة فجأة واحد مصاب بالفيروس خبط في العربية، فروبرت ما بقاش عارف يسيطر على الدركسيون. وفي اللحظة دي روبرت بيفوق من الحلم مخضوض وبيلاقي مسدسه جنبه، فبيحاول يجمع نفسه ويعمل شوية تمارين رياضية عشان يفضل فايق ومحافظ على صحته وسط الكابوس اللي هو عايش فيه ده. بعدها روبرت بينزل المختبر بتاعه عشان يشوف نتيجة المصل اللي شغال عليه وتجاربه اللي عملها على مجموعة فئران متصابة بالفيروس. بس للأسف بيلاقي الفئران كلها اتحولت لزومبي رغم انه جرب عليهم كذا تركيبة وبنسب مختلفة وكلها فشلت، ما عدا فار واحد بيلفت نظره انه هادي وشبه طبيعي. فبيبدأ يسجل ملاحظاته وان المصل ده جايب مفعول ونتائجه مبشرة قوي. بعدها بيبدأ يجهز نفسه وبياخد سلاحه والكلب بتاعه وبيروحوا على محل بيبيع شرايط اغاني. وهناك بنشوف حاجة غريبة جدا، روبرت بيكون حاطط تماثيل في كل حتة وبيتعامل معاهم كأنهم بني ادمين حقيقيين عشان ما يحسش بالوحدة اللي هو فيها. وبعدها بيشتري شريط وبيروح يحاسب التمثال اللي واقف كاشير وبيتكلم معاه وبيمشي، تحس انه يا عيني اتجن خلاص. ونشوف معاه خريطة مطلع عينيها معلم فيها على كل البيوت اللي دخلها عشان يدور على اكل او دواء، وبيشطب على اللي دخله عشان ما يرجعلوش تاني. بعدها روبرت بيملى بنزين عربيته وبيروح عند المينا، وهناك بيذيع على كل الترددات ان هو الناجي الوحيد في المدينة وانه موجود في المينا كل يوم، وان اي حد لسه عايش يقدر يجيله وهيوفر له الاكل والامان. روبرت كان بيعمل كده على امل انه يلاقي حد غيره عايش في المدينه. بعدها بيروح يكمل لف في البيوت عشان يدور على اكل ومعدات، وبنشوفه وهو بيلمح غزاله فبيحدد مكانها وبيجري وراها هو وسام عشان يصطادوها. بس الغزاله بتفلت منه وبتدخل مبنى ضلمه جدا، بس سام مش بيقف وبيكمل جري وراها. روبرت بيحاول يمنعه بس ما بيلحقش، فبيلاقي نفسه مضطر يدخل المبنى الضلمه ده، وبيبقى ماسك سلاحه ومنور الكشاف ومرعوب من كل خطوه خايف لا يطلع له زومبي من اي ركن. وروبرت بيلاقي اثر دم مغرقه الارض وشله زومبي متجمعين مع بعض في ركن، فبيطفي النور بسرعه عشان ما ياخدوش بالهم منه. في الوقت ده بيلمح سام مستخبي تحت مكتب ومرعوب، فبيحاول يطلعوا بالراحه عشان يهربوا. بس فجاه زومبي بيهجم عليهم وروبرت بيضربه بكل قوته وبيجري هو وسام، وقبل ما يوصلوا للباب زومبي تاني بيهجم عليهم فبيقعوا هما الاتنين. والزومبي اول ما لمس الشمس جسمه اتحرق ومات في ساعتها. وهنا روبرت بيتاكد ان هما ما يقدروش يظهروا في الشمس، فبتجيله فكره انه يصطاد واحد منهم عشان يجرب عليه المصل اللي نفع مع الفار. فبيعمل مصيده قدام المبنى، فبيسحب عين الدم وبيحطها في الفخ عشان يجر رجليهم بريحه الدم، وبيستخبى بعيد وهو مجهز سلاحه. وفعلا في متحوله بتقع في الفخ، بس روبرت بيتفاجئ ان في متحول تاني طلع وراها وواضح انه القائد بتاعهم، وبيحاول يخرج وينقذ المتحوله لدرجه انه عرض نفسه للشمس واتحرق شويه بس ما قدرش ينقذها. والزومبي ده قعد يبص لروبرت بنظرات غريبه كانه بيحفظ شكله، وروبرت استغرب قوي ان ازاي لسه عندهم مشاعر وخوف على بعض كده. وروبرت بياخد المتحوله اللي اصطادها على المختبر وبيكتشف انها عندها حوالي 18 سنه وفي رسمه فراشه على كتفها. بعدها بيوصلها بالاجهزه عشان يتابع نفسها ودرجه حرارتها، وبيديها حقنه مهدئه عشان يبدا يشتغل عليها، وبيديها المصل وبيستنى نتيجه
النتيجة وبيبقى عنده أمل إنها تفوق، بس للأسف ما بيحصلش أي تغيير. فروبرت بيتضايق جدا وبيحس إنه رجع لنقطة الصفر من تاني، وبيسجل إن التجربة فشلت. ورغم الاختبارات اللي عملها على نفسه بتأكد إن دمه فيه مناعة قوية ضد الفيروس سواء كان في الجو أو باللمس، بس هو لسه مش عارف ينقل المناعة دي لغيره. وبيسجل برضه إن سام عنده مناعة ضد الفيروس اللي في الجو بس، يعني لو اتعض هيروح فيها. بعدها وهو قاعد الذاكرة بترجع بيه الوقت لما كان واخد مراته وبنته للمينا عشان يهربهم قبل ما المدينة تتقفل نهائي. بنشوف الجنود وهم بيكشفوا على الناس بجهاز بيعرف المصابين، وكشفوا على روبرت وعيلته وسمحوا ليهم ان هم يمشوا. وفي مشهد يقطع القلب بنشوف واحدة مصابة بتترجى الجنود ياخدوا بنتها مكانها، بس هم بيرفضوا. وروبرت بيراكب مراته وبنته الهليكوبتر، والجندي بيوعدوا ان هم هيبقوا في امان، وبنته بتسيب مع سام واللي كان لسه كلب صغير وقتها، وبعدها بيودعهم. نرجع بقى للحاضر. روبرت بيصحى من النوم بيفطر وبيروح المينا كالعادة، يقف يستنى اي حد يظهر وبيذيع ان هو الناجي الوحيد. بس المرة دي وهو راجع البيت بيشوف حاجة وقفت دمه. واحد من التماثيل اللي كان حاططهم في محل الشرايط واقف في نص الشارع. روبرت اتجنن ونزل بسلاحه وهو متعصب وبيقدرش يمسك نفسه وبيضرب عليه نار. وهو بيتحرك حس بحركة غريبة حواليه، فبدأ يضرب نار في كل حتة وهو مرعوب. وأول ما قرب من التمثال ورجليه جت في بركة مية فجأة لقى نفسه اتشعلق في الهواء ووقع في الفخ، عامل بالظبط زي اللي كان عامله للزومبي اللي اصطادها، وبتخبط في دماغه وبيغمى عليه. وقبل غروب الشمس بلحظات روبرت بيفوق وبيلاقي نفسه في موقف وحش قوي، وبيحاول يفك نفسه بخنجر صغير كان معاه، وفعلا بيقطع الحبل بس بيقع وقعة جامدة وبينزل على الخنجر بتاعه، فرجليه بتتعور وما بيقدرش يقف عليها. فبيحاول يزحف ناحية العربية قبل ما الليل يجي، وفجأة بيظهر المتحول اللي شافه قبل كده ومعاه كلاب شرسة ومتحولة بالفيروس. الكلاب بتفضل واقفة مكانها مستنية آخر شعاع للشمس يختفي عشان يهجموا، وسام واقف بيدافع عن صاحبه وعمال يهوهو عليهم عشان يبعدوا. وروبرت بيوصل للعربية بالعافية وبيطلع سلاحه، وفي اللحظة اللي الشمس غابت فيها الكلاب طلعت تجري عليهم، وروبرت فضل يضرب نار وقدر يخلص عليهم كلهم. بس الكارثة إن سام اتصاب وعضوه جامد، وروبرت شاله وطار بيه على المختبر. كان حرفيا بيسابق الزمن علشان يلحقه قبل ما يتحول، واداله المصل وفضل حضنه وهو بيترعش. بس للأسف المصل ما جابش نتيجة، وسام بدأ يتحول، وروبرت ما لقاش قدامه حل غير إنه ينهي حياته بإيديه عشان ما يتعذبش. تاني يوم روبرت راح دفنه وهو مكسور وحزين جدا. الدنيا اسودت في عينيه، وراح المحل ووقف قدام تمثال من اللي كان بيسلي نفسه معاهم بالكلام، وقال له وهو بيعيط انه خسر صاحبه الوحيد وخلاص مش عارف ازاي هيعيش من غيره. وفي اللحظه دي الحزن قلب غل، وقرر انه مش هيسكت وهيطلع ينتقم من الزومبي كلهم. روبرت قرر يقلب الترابيزه عليهم، راح حط تمثال في مكان مفتوح عند المينا عشان يجر رجليهم ويفتكروا انه بني ادم حقيقي. واول ما الزومبي لمحوه جريوا عليه، وروبرت فاجئهم وظهر بالعربيه وشغل الكشافات عشان تعميهم، وبدا يدوس عليهم ويخلص عليهم. بس العدد كان كبير قوي، والظاهر ان الزومبي بقوا اذكى من الاول، والقائد بتاعهم اللي عمل الفخر روبرت كان هو اللي بيمشيهم، وقدروا يسيطروا على العربيه ويقلبوها. روبرت اتصاب ومبقاش قادر يتحرك، والزومبي بداوا يكسروا في العربيه عشان يدخلوا ويخلصوا عليه. وفي اللحظه الاخيره ظهر نور شديد خلى الزومبي يهربوا ويستخبوا. طلعت واحده مجهوله هي اللي منوره النور ده، نزلت بسرعه وصاحبت روبرت وانقذته واخدته معاها في العربيه، وفضلت تساله عن عنوان بيته، وهو من كتر الوجع والتعب يا دوب نطق العنوان ومغمى عليه. وهو غايب عن الدنيا رجع تاني يحلم بمراته وبنته لما كانوا في الهليكوبتر، والطياره بتبدا تطير بيهم. لسه في الوقت ده طيارات الجيش ابتدت تضرب الكباري وتدمرها عشان تمنع اي حد مصاب انه يخرج من المدينه، وحصلت حاله فوضى والدنيا باظت جامد. اللي حصل ده خلى الطيار يفقد السيطره على الطياره، وللاسف الطياره خبطت في الطياره اللي عيلته فيها وبيموتوا قدام عينيه. وفي اللحظه دي روبرت بيفوق وهو بيصرخ من الحلم اللي شافه، بيلاقي نفسه في بيته والجرح اللي في رجله متنضف ومربوط. بعدها روبرت بيسمع صوت في المطبخ فبيترعب وبيطلع سلاحه من الدرج وبيروح يشوف مين، وبيتفاجئ بواحده واقفه بتحضر فطار ومعاها ولد صغير، والست بتعتذر له بذوق انها طبخت من غير اذنه، وبتقول ان اسمها انا والولد الصغير اسمه ايسن. وانا بتنصحه ياخد مضاد حيوي عشان الجرح ما يلمش جراثيم، وبتقول له ان هي اللي انقذته من الزومبي، وانها كانت بتدور عليه في المينا بعد ما سمعت رسالته في الراديو عشان ياخده معاهم ويروحوا مستعمره للناجين في منطقه اسمها فيرمونت في الشمال. وروبرت بيضحك جامد وبيقول لها مفيش مستعمرات ولا في اي مكان امان في الدنيا دي، بس هي بتاكد له ان في ناس لسه عايشه هناك عشان الجو هناك برد قوي والفيروس ما بيعيش في البرد، وده معناه ان لسه في امل. وروبرت من كتر الضغط والوحده اللي عاشها بتعصب عليها وبيقول لها ان كل الناس ماتت ومفيش امل. فانا وايسن بيخافوا منه، وانا بتضطر تطلع سلاحها عشان تحمي نفسها والولد منه. وروبرت بيحس ان هو زودها فبيعتذر لها وبيقول لها ان اعصابه تعبانه ومحتاج يقعد مع نفسه شويه، وبيسيبهم وبيطلع اوضته وهو متدمر. وبعد شويه روبرت نزل لهم تاني وشكر انا انها خدت بالها من جرحه ونظفته، وسالها هم كانوا مستخبيين فين كل ده، فقالت له ان هم كانوا على مركب في مدينه ساو باولو، وكمان كان معاهم 5 عندهم مناعه.
بس للاسف لما نزلوا يدوروا على اكل الزومبي هجم عليهم وما بقاش فاضل غيرها هي وايسن. انا قالت له ان هي هتمشي الفجر عشان تلحق توصل للمستعمره قبل ما الشمس تغيب تاني، بس روبرت صمم ان هو مش هيمشي وقال لها انه مسؤول ان هو يوصل لعلاج الفيروس. انا نزلت معاه المعمل ودي كانت اول مره تشوف زومبي وش لوش، ومن كلامها عن البرد روبرت جات له فكره وراح جاب تلج وحطه على المتحول اللي عنده علشان يبرد جسمها خالص، واداها المصل وفضل مستني يشوف ايه اللي هيحصل. بعدها روبرت شال ايسن وطلع يناموا في اوضه بنته ونزل يقفل الترابيس والشبابيك الحديد، وانا فضلت تتحايل عليه عشان يجي معاهم بس هو دماغه ناشفه. وفجاه سمعوا صوت دربكه ورزع بره البيت. روبرت قال لانا تطفي النور بسرعه وبص من الشباك لقى جيش زومبي محاصرين المكان، وهنا فهم ان هم شموا ريحته وعرفوا طريق البيت. ده غير لما انا جابته بالعربيه بالليل. انا طلعت تجري بسرعه عشان تلحق ايسن، وروبرت في نفس الوقت فتح كل كشافات النور اللي بره البيت عشان يكهرب الزومبي، بس هم كسروا الكشافات دي كلها. بس روبرت كان عامل حسابه وفجر فيهم الغام خلصت على نصهم، ولما طلع لانا وايسن ما لقاش ليهم اي اثر. وفجاه زعيم الزومبي هجم عليهم وعضه في كتفه وكان قوي جدا لدرجه انه حدف روبرت من فوق السلم، وروبرت وقع جنب سلاحه وسحبه بسرعه وفضل يضرب نار لحد ما الزعيم هرب ونط من الشباك. وروبرت فضل يدور على انا وايسن ولقى زومبي في اوضه النوم عمال يكسر في السقف علشان يوصل لهم، بس هم مستخبيين تحت المكتب. خلص عليه بالمسدس وخرجهم بسرعه، وهو بيبص من الشباك اتفاجئ ان الزعيم جاب شله تانيه خالص وناويين يخشوا البيت تاني، فزعق في انا وايسن وقال لهم ينزلوا المعمل بسرعه. فنزلوا وقفلوا عليهم، وهم تحت اكتشفوا معجزه. البنت المتحوله اللي كان بيجرب عليها المصل بدات ترجع طبيعيه تاني، فبيسحب عين الدم من المتحوله وبيديها لانا ويقول لها تهرب هي وابنها، وبياخد قنبله من الدرج وبيفجرها في المتحولين وبيضحي بنفسه. وبعدها بنشوف انا بعد ما وصلت للمستعمره وهي بتديهم العين عشان يحللوها ويوصلوا للعلاج. وبنتنقل دلوقتي للنهايه التانيه للفيلم لان اكيد مفيش حد عجبه النهايه الاولانيه، وبنشوف المتحول وهو بيرسم بايده شكل فراشه على الازاز. وهنا روبرت جات له صدمه وفهم كل حاجه. الزعيم ده يبقى ابو البنت اللي روبرت خطفها، وكل اللي بيعمله ده عشان ينقذ بنته مش اكتر. وروبرت قرر ينهي الموضوع ده وطلب من انا انها تفتح الباب الازاز عشان يسلمهم البنت. وزعيم الزومبي اول ما شاف بنته ادى اشاره لجيش الزومبي كلهم ان هم يوقفوا هجوم، وفعلا الكل هدي في ثانيه. وروبرت خرج بالبنت بالراحه وسلم البنت لابوها واعتذر له بجد على اللي عمله. والاب اخذ البنت في حضنه وامر باقي الزومبي ان هم ينسحبوا ويخرجوا بره البيت. وروبرت وقف مكانه مش مصدق نفسه ان هم سابوه في حاله وما هجموش عليه. وتاني يوم الصبح روبرت وانا وايسن ركبوا العربيه وتوكلوا على الله في طريقهم للشمال لمدينه فيرمونت عشان يدوروا على مستعمره الناجين اللي انا قالت عليها. والمره دي روبرت مع المصل اللي هيشفي العالم كله ويرجع الامل للبشريه من جديد. ودي بتكون نهايه الفيلم. ويا ريت الفيلم لو عجبكم لايك وكومنت وشير وسبسكرايب. سلام.